السلام عليكم. أنا اسمي آية محمد كمال، طبيبة حديثة التخرج وأعمل حاليا طبيب نفسي. قبل أي شيء أحب أقول أنا طبيبة ومصرية قبل أي حاجة في الدنيا، وهو ده اللي بيحركني في أي شيء. وأحب أستأذنكم يعني لو يتصل صدركم إني هأدلي بشهادتي تختص بمشهد معين يبدأ من ميدان العباسية وينتهي بالسين 28. وبعد المشهد ده، بعد ما هسرد الأحداث اللي حصلت في المشهد ده، ليه تعليقين، وأرجو إن صدركم يتسع للي هقوله. هبدأ بالمشهد من أول ما حصل في ميدان العباسية. هجوم شديد من قوات صاعقة ترتدي ملابس الصاعقة بتجري ورا الناس، إلقاء مكثف لقنابل الغاز. الأشخاص تتساقط. كطبيبة جريت ألحق اللي بيقع أي مكان، وبعد شوية فجأة فوجئت بمدرعة بتجري والناس بتنزل من على الكوبري، المدرعة بتجري ورا الناس والناس بتتجه في اتجاه شارع امتداد رمسيس ناحية الكاتدرائية، بيجروا بأعداد غفيرة، والمدرعة بتطلق رصاص حي على الناس اللي بتجري. وقفت مذهولة، مش قادرة أتحرك، مش مصدقة ما أراه. بعدين بدأ ناس يزقوني، اجري اجري اجري، استخبي يا بنتي. أنا ما أعرفش الناس دول مين، اتضح بعد قد يكونوا تحريات عسكرية لأن كان ده كمين. ادخلي مسجد النور، ودخلوني مسجد النور، ما لحقتش حتى اطلع لمصلى السيدات، ودخلت في الجزء الخاص بالرجال وقفلوا علينا الباب. كان عددنا مش كبير، كان فينا ناس مالهاش دعوه باي حاجه في الدنيا، منهم واحد حتى بيتناقش معايا ما يعرفش يعني بالبلدي كده، ما يعرفش الالف من كوز الذره. قعدنا في المسجد، فوجئنا بنبص من الشبابيك لقينا ان قوات صاعقة على شرطة عسكرية على قوات صاعقة من اللي هي بيسموها الثلاث سبعات اللي بتخلي وشها، محوطة المسجد من جميع الاتجاهات. وقفت ناحية الشباك اللي ناحية شارع لطفي السيد ببص، فإذا بالمجندين دول بيستحلفونا، انتوا فاكرين ان بيت الله هيحميكم؟ واقسم بالله العظيم ان هذا حدث، وكنت معي كاميرا وصورته ولكنها اخذت مني. انتوا فاكرين ان بيت الله هيحميكم؟ احنا هندخل وهنذبحكم. وواحد بصلي وقال لي انت بتصور يا ابن كذا 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 كذا. قلت له انا واحده ست ومستخبيه من واحد زيك. بدأوا يهيجوا جدا، ثم ثواني مفيش وحدث اقتحام. الاقتحام الأول دخل جنود الصاعقة، أقسم بالله العظيم ثلاث أنهم دخلوا المسجد بالبيادات في الاقتحام الأول، وبدأوا أخذوا بعض الناس وبعدين لموا الناس وجمعوهم في دايرة على جنب. والدايرة دي في فيديو مصورينه الشؤون المعنوية بيظهر فيه الناس متجمعة على جنب في دايرة لوحدها. ده بعد الاقتحام الأول. بعد شوية جه قادة ليهم زعقوا لهم انتوا ازاي تخشوا بالبيادات، وخرجوهم كلهم. وفضل اللي هم ضباط جيش لكن بزي مدني قاعدين محوطينهم، وخرج العساكر اللي في الزي العسكري زي الصاعقة خلعوا من البيادات وبعدين دخلوا تاني. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت ان كان جه واحد ضابط جيش لابس لبس مدني وجاي يسالني انت مين وانت ايه اللي قعدك هنا؟ ابرزت له الكارنيه بتاعي ان انا طبيبه وعضو في النقابه، وان انا طبيبه بعمل كمان في مستشفى القوات المسلحه وانا كذا 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 وجيت كذا كذا. قال لي ما تخافيش هنعاملك بمنتهى الاحترام، مش هيحصل اي حاجه وبتاع، واقعدي وسابني قاعده على جنب. ولم كل الناس بدون استثناء مع ضرب وسب وجمعهم في دايره واحده. وبعدين حصل الاقتحام الثاني اللي هو بعد ما القائد زعق للجنود الاولانيين كلهم قلعوا البيادات ودخلوا، وده متصور وصورته الشؤون المعنويه. دخل يلموا الناس وراح جاي باتجاهي، وحتى طالع بيكلمني يقول لي تعالي واحنا هنطلعك بره. قلت له لا انا مش هطلع بره، لاني لو طلعت بره الناس بره بتتذبح، انا لو خرجت بره هذبح، انا لا اضمن، انا متحميه في بيت ربنا مش خارجه. قال لي لا ده احنا عندنا اخوات بنات ومش هيحصل لك ابدا اي حاجه وما تخافيش احنا مش بلطجيه. قلت له امال اللي كانوا لابسين بيادات دلوقتي؟ قال لي اتحداكي ان حد لابس بيادات دلوقتي. قلت له لا كان حصل من شويه، هما دلوقتي يا رعد كان حصل من شويه.
المهم خدني على جنب وقال له طب بقيه الناس دي مجمعينهم تعملوا فيهم ايه؟ قال لي لا مالكيش دعوه خليكي بس في حالك. وبعد شويه سابوني على جنب وكان معايا واحد واثنين تانيين. بداوا يخرجهم في الناس اللي كانوا مجمعينهم في دوائر بالضرب وخرجوهم بره وقعدوهم على سلم مسجد النور. وبعدين جالي نفس الضابط ده اللي هو لابس زي مدني وقال لي هو نقيب نقيب اسمه شريف. قال لي اسمه شريف وقال لي ما تخافيش انا عامل معامله زي الفل وكل حاجه زي الفل. وبداوا يدخلهم ضباط الجيش اللي بالزي المدني بيتفقدوا المكان كأن في حاجه مستخبيه جوه وقدام عيني ما طلعوش باي سلاح ولا لقوا اي حاجه ولا حصل اي شيء. وفوجئت بان واحد من الصاعقه بيلوح بالسلاح بالهواء ثم بطح ارضا ثم اطلق الرصاص باتجاه مصلى السيدات. واكتشفت بعد كده ان الرصاص اللي اطلق باتجاه مصلى السيدات اصاب واحده واعتقلت معايا واصابها في ذراعها. الرصاصه دخلت وخرجت من الناحيه الثانيه ولله الحمد ما كسرتش ذراعها ولا قطعت عصب. ضربها ولولا ان البنتين التانيين اللي جنبها واعتقلوا معايا برضه اترموا ارضا كانوا اصيبوا هم كمان. يعني ما كانش فيه ولا بلطجي ولا لقوا سلاح جوه مسجد النور، واللي اصابوه كانت امراه منتقبه عازله معهاش اي سلاح. شويه والرقيب اللي قال لي ان هو هيحميني ده اختفى وراح داخل حد من القوات اللي بتسمى الثلاث سبعات. جه انت بتعملي ايه؟ قلت له انا الطبيعه الفلانيه وطلعت الكارنيهات بتاعتي. قال لي يا بنت كذا 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 انت ايه اللي جابك هنا؟ تعملي ايه؟ قلت له كذا والنقيب عارف انا بعمل ايه وانا هخرج من هنا. سب لعين وراح مخرجني على السلم عن سلم بره وديني في ناحيه الجنود. الجندي اول ما شافني اول شيء عمله حاول يشد الحجاب من فوق راسي ويخلعهولي. لولا ان انا مسكته كان خلع الحجاب من فوق راسي. قعدت انا لو سمحت ما ينفعش تعمل فيا كده. جه نفس النقيب ده قال له لا سيبها في حالها وراح موديني عن الناحيه الثانيه. بعد شويه جه نفس اللي هو بتاع ثلاث سبعات ده راح باعتني في قلب الجنود. وما اقولش لحضرتك على ايه اللي حصل وشفت كان بيحصل لبنات اخريات اللي اعتقلوا معايا على سلم مسجد النور للستات وللرجاله. ضرب وبصق في الوجه بكميات شنيعه وضرب بالشلاليت وضرب بالاقلام وضرب بكل الاشكال. قعدت اصرخ واستغيث واقول له النقيب فلان الفلاني قال ان هو هيمشيني لو سمحت يا سياده القائد يا سياده القائد ارجوك الحقني. ويقول لي يا بنت كذا يا بنت كذا. كل الجنود يشتموني سبوني باقذع الالفاظ وسبوا لي الدين وسبوا كل ما تتخيله وكان بيمدوا ايديهم عليا في كل منطقه في جسدي وضربوني ضربا عنيفا جدا لحد ما جه القائد دوت وقال له تعالى سيبها في حالها ده انا ليه هتمشي. وبيمشي وانا ماشيه وراه فاذا بحاجه واحد من ظهري راح نازل على راسي مش بالعصايه السوداء بحاجه اتقل بكتير تقريبا هي الشومه اللي بتبقى طويله لاني فقدت الوعي تماما. يعني من الاخر جالي كونكشن ارتجاج في المخ فقدت الوعي لمده ثواني. فتحت عيني اذا بيهم بيشيلوني وبيسحلوني وبقول لهم ارجوكوا ودوني المستشفى. اسحلوني ودخلوني جوه عربيه اللي هي الميكروباصات البني الصغيره دي بتاعت الجيش. كنت ساعتها انا وبنت ثانيه انا وبنتين وواحده منتقبه بس اللي في العربيه. وخدونا لاني ما كنتش مركزه على حاجه تتبع القوات المسلحه تتبع الشرطه العسكريه مش قادره افتكر هي فين بالظبط. لكن مش عايزه اقول لحضراتكم على اللي حصل جوه هذه السياره لينا جميعا من ضرب وتعذيب وتحرش واهانات لفظيه وجسديه وسب وقذف واصدار اصوات بذيئه يعني لا يقبلها دين. لدرجه ان احد العساكر كان بيجلس بركبتيه فوق جسدي ويتعدى عليا وبيشد لي السلاح. لو فتحت بقي هيقتلني ولو ما اعترضت ضربني بالكوع في عيني وعندي كدمه في عيني وعندي كدمات في جميع انحاء جسدي. ولما بنت اللي جنبي حاولت تدافع عني ضربها بالبوكس في عينيها وعينيها ورمت. والطفله اللي كانت معانا بنت اسمها مروه عمرها 14 سنه شبعت تلطيش بالاقلام. لو في بني ادم في الدنيا اتضرب الضرب ده كله كان مات. وكان معانا صيدلي عرفت بعد كده انه صيدلي ضرب ضربا مبرحا غير عادي. واحد مصاب في العربيه كان كل ما دم يبطل ينزف من راسه يروحوا بالدشمه بتاع طرف ظهر البندقيه يروح راسعه في دماغه ينزف تاني.
كل ما يجي تروح راسه في دماغه ينزف تاني. واول بقى ما وصلنا المكان بتاع الشرطه العسكريه، مش عايز اقول لحضرتك ايه اللي حصل، احتفال غير عادي من الجنود ورجاله رجاله كانهم قبضوا على يهود وعمالين يشتمونا احنا البنات، يفتحوا الشباك ويحاولوا يمدوا ايديهم علينا ويتحرشوا بينا، وتم تهديدنا بالتعدي علينا جسديا، وتم تهديدنا بشكل كبير، وان اللي هتفتح بقها تترمي للجنود اللي بره وهي عارفه هيحصل لها ايه. وقدام عيني حتى الرجاله كانوا بيتهددوا بان هم يعني هيتبهدلوا وهيمارس فيهم افعال فاحشه، وكانوا بيتضربوا بطرف البندقيات في الدور. وقعدنا في التعذيب ده فتره طويله جدا جدا لحد ما يعني خلاص اعصابي كانت هتنهار تماما، لحد ما في يعني وامام عيني واحد من كل ما نعدي على نمشي جوه المكان ده وييجوا الجنود يكلموا بعض يقولوا رجاله قبضنا عليهم، رجاله يا جدعان شغل نظيف احلى حاجه عملتوها، خلصنا عليهم ما سيبناش حد. ويعني ارجو يعني تعذروني للتاثر لان ما رايته كان صعبا. وشفت كمان الرجاله التانيين بقى اللي كانوا نازلين من عربيات تانيه مقلعينهم منهم وبيضربوهم ضرب مبرح. وبعد كده نزلونا من العربيه دي واتخذنا ستات على الرجاله في عربيه الترحيلات، كنا عددنا كبير جدا لدرجه ان يعني مفيش مكان للتنفس، واتنقلنا للسين 28 واتسابنا كتير في العربيه دي من غير ما نعرف حتى نتنفس، اللي بيغمى عليه بيغمى عليه، واللي بينزف بينزف، واللي بيحصل له حاجه بتحصل له. وبعدين نزلنا من السين 28 وطلعنا علشان يتحقق معانا. كان الكلام ده اقترب من منتصف الليل، وكنا بنسمع واحنا في السين 28 صوت صراخ، يعني ده بالنسبه لمجموعه البنات ما حدش ضربنا هناك، لكن بنسمع من الرجاله صوت صراخ جامد جدا. كنت بسال ده ايه؟ اللي عساكر ليه؟ لا ده ما فيش حاجه. يعني قالوا للمحاميين اللي هم بيدافعوا عننا ان احنا هنخرج على الفجر افراج، وهذا ما لم يحدث. واكتشفنا ان كان قرار القبض علينا وارسالنا لسجن لسجن القناطر كان صادر من مجرد القاء القبض علينا، من قبل حتى ما يبداوا التحقيقات معانا، واللي بدات قرب منتصف الليل. ولما رحنا السجن اكتشفنا ان السجن كان بيتبلغ بوصولنا بمجرد القبض علينا من غير ما حتى يتحقق معانا ولا يتعرف احنا مين ولا اي حاجه. وعلى فكره اظهار بطاقتي كطبيبه كان بيزيدني ضربا وسبا وتقريعا، وكل ما كنت اقول انها دكتوره انت الدكتوره، طب خدي طب خدي طب خدي. والتعليق اللي انا عايزه اقوله، انا استاذنتكم في شهاده ثم تعليق ده له علاقه بمهنتي كطبيب نفسي. انا كنت بشهد ورا بعيني القاده الكبار من الجيش بيقولوا للعساكر الاصغر ان زمايلكم اتذبح منهم 300، ودول اللي ذبحوا زمايلكم ده مستشفى كوبري القبه مليانه عساكر. فالعساكر تحول شعور الجندي المصري الى انه يرى المدني كانه جاي يضطهده وبيقاومه ببساطه واستبسال وكانه عدو، وبدرجه ان هم بيهموا بعض والقبض علينا. ده يسمى تغيير العقيده القتاليه للجيش المصري، لتحويل المجند المصري بانه يشعر انه مضطهد من المدني اللي هو المفترض به انه يحميه، ويشعر انه لازم يقضي عليه، لانه لو ما قضاش على هذا المدني هيقضي عليه. وبقوا العساكر لما كان بيجي ضابط كبير يقول له ما تضربهاش كان بيسهيه ويضربني ويتفنن في ضربي ويتفنن في سبي ويتفنن في البصق في وجهي. شكرا. دكتورة أشجع من كل اللي ضربوك، أشجع وأجمل من كل اللي ضربوك. يمكن بس أنا عايز أقول